ما وجه العجب في وصف القرآن بأنه روح؟ أنا أخبرك، نحن خلقنا بني آدم من قبضة الطين، فهذه أبداننا، فنفخت فيها الروح الإلهية، فهذه أرواحنا، ويقتات كل شطر من خلقتنا على ما خلق منه، فأبداننا تتغذى على ما يخرج من تراب لأننا خلقنا من تراب، فنأكل الطعام ونشرب الشراب فتنمو الأبدان وتكبر. أما أرواحنا التي أكرمنا الله فيها بالنفخة الإلهية فغذاؤها لا يكون إلا بوحي السماء، هذا غذاء الأرواح، هذا نماؤها، هذا عيشها، فإذا قطع عنها ماتت. تموت الأرواح. لا يغرنك أن ترى ابن آدم يغدو ويروح، يأكل ويشرب، يدخل ويخرج، يبطش ويفعل، بعيدا عن ذكر الله، غافلا عن ذكر الله، تاركا منتنكبا هدي الله وصراط الله المستقيم. لا يغرنك شأنه، فما تلك بحياة؟ أحياة أن نأكل ونشرب وننكح ونستيقظ وننام؟ عفوا، هذا قدر تشترك فينا معه البهائم أكرمكم الله. لكن الحياة الحقيقية حياة الأرواح التي تأنس بذكر الله، والقرآن أجل أوصاف الذكر وأسماه.